تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف النهاردة في سجن جمصة ليضع حد النهاية لقصة شغلت الرأي العام مش في مصر فقط، في الحقيقة في العالم كله، لبشاعة الجريمة. طبعا كلنا نتذكر إن الولد ده كان بيحبها وهي كانت رافضاه، فجاء قدام بوابة جامعة المنصورة وذبحها في مشهد هز مشاعر العالم كله في الحقيقة. ويمكن مواقع التواصل الاجتماعي سجلت لحظة ذبحه لنيرة، وفي الحقيقة كان أسرع محاكمة تم إحالته لمحكمة الجنايات وتم الحكم بإعدامه في مسيرة قانونية وقضائية ما استمرتش طويلا في الحقيقة. ودائما وأبدا زي ما بنقول المصريين، في مصر قضاء شامخ يؤتي بالحقوق لأصحابها. في النهاردة كان مشاعر الفرحة عظيمة جدا في الحقيقة من أهل نيرة. ويمكن أنا شخصيا تابعت يعني ردود أفعال أهل القتيل بعد استلام الجثمان بتاعه في رايحين يدفنوه، كانوا بيزغرطوا، يعني بعض أهل القاتل كانوا بيزغرطوا، مش عارف في الحقيقة كانوا بيزغرطوا على إيه. وكان البعض بيحاول يعمل منه يعني بطل، وطبعا كلام غير مقبول، يعني احنا نحترم مشاعرهم طبعا، لكن هذه الجريمة النقراء التي لم تحدث في الحقيقة يمكن في تاريخ مصر بهذه البشاعة. كان كلمة القضاء هي الكلمة العليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وكان القصاص العادل. وفي الحقيقة يعني يمكن الرأي العام حتى نفسه النهاردة، يمكن أنا متابع ردود الأفعال، الناس ارتاحت نفسيا النهاردة بعد تنفيذ حكم الإعدام، بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، لأن برضو المحامين بتوع المتهم القاتل قدموا طعن وخدوا إجراءات الطعن حتى المرحلة الأخيرة منه في رفض الطعن، وما كانش قدامهم غير سبيل واحد وهو تنفيذ الحكم اللي اتنفذ النهارده في سجن جمصة. يعني خلونا نتذكر كده سريعا يمكن محاكمة هذا القاتل مرت في محطات سريعة كده. يعني نقولها في 20 يونيو 2022 شهد محيط جامعة المنصورة مقتل نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة من قبل زميلها محمد عادل. بعد 3 أيام من حدوث الجريمة وانتهاء التحقيقات، قررت النيابة يوم 23 يونيو الماضي إحالة المتهم للجنايات. جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري نظرت أولى جلسات المحاكمة في 26 يونيو الماضي. اعترف المتهم أمام المحكمة بارتكاب الجريمة خلال الجلسة الأولى للمحكمة. طلبت النيابة العامة في مرافعاتها الرائعة في الحقيقة يوم 28 يونيو 2022 بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. في 6 يوليو أصدرت محكمة الجنايات المنصورة وبإجماع الآراء حكمها القاضي بإعدام المتهم. خلال المدة القانونية قدم دفاع المتهم مذكرة للطعن على حكم الإعدام. في 9 فبراير قضت محكمة النقد برفض طعن المتهم وأيدت إعدامه. النهارده نفذت مصلحة السجون بجمصة إعدام المتهم في الجريمة التي هزت مشاعر المصريين. في الحقيقة يعني احنا يهمنا طبعا، أنا يهمني أنا كصحفي مهتم بالقضايا والشأن العام، إن أنا بس أقول كم نقطة كده عشان يعني نتعلم من هذه الجريمة البشعة في الحقيقة، وهي إن شبابنا لازم يكون تحت عينينا، أولادنا لازم يكونوا تحت عينينا، سواء بنات أو ولاد في مراحل تعليمية مختلفة، سواء في مرحلة التعليم ما قبل الجامعية أو حتى في الجامعة. أشوف بنتي، أشوف ابني إيه اللي بيتغير عليه، ممكن أفتش في أغراضه بشكل مفاجئ، ممكن ألاقي مخدرات، ألاقي بيشرب سجاير، ألاقي بيشرب أي صنف من أصناف المخدرات المدمرة دلوقتي. لازم أشوف مين أصدقائه،
لازم اشوف ان هو بيرجع البيت متاخر ليه، اشوف اي تغير في سلوكه. الحاجات دي مهمه جدا عشان نقدر نمنع الجريمه قبل وقوعها. ولو في اعوجاج او في انحراف في سلوك الابناء، نقدر بسرعه نعدله ونواجهه ونقومه. الحاجات دي مهمه جدا في الحياه. ايضا بنقول للشباب يعني الحب مش بالعافيه، زي ما بنقول واحده رفضتك خلاص الموضوع انتهى، يعني الموضوع بسيط. الحب مش بالعافيه، الجواز مش بالعافيه. واحده مجرد ما هي ده حتى انا في تصوري المتواضع، حتى في قانون الخلع اللي بعض الناس كانت بتنتقده، من اعظم القوانين بالنسبه للمراه في الحقيقه او في استقرار الحياه الزوجيه. يكفي المراه تقول قدام القاضي انا مش عايز الراجل ده لسبب ما، والقاضي بيحكم بالتفرقه وكل واحد يروح لحاله. هو ده اساس العلاقه بين الرجل والمراه، بين الولد والبنت، بين واحد بيحب واحده. طالما هي رافضه خلاص الموضوع انتهى. للاسف الشديد يعني لما غوصنا في تفاصيل القضيه، الولد بيحب البنت بجنون بالعافيه، خلاص رفضتك خلاص يعني. فاعتقد ان ده درس لكل شبابنا برضه. يعني ربنا يحمي بلدنا. وزي ما بقول لحضراتكم يعني البعض يحاول ان يصنع منه بطل، لا 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 خالص اطلاقا، هذا قاتل. هذا قاتل. الولد اللي نفذ فيه حكم الاعدام النهارده، لا نملك سوى ان نقول يحيى العدل، قولا واحدا يحيى العدل. لان البنت دي ممكن تكون اختي، بنتي، بنت حضرتك، اخت حضرتك. القصاص ده نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى، ودستور من دستور ربنا سبحانه وتعالى في الارض. فانا مش شايف اي وجه تعاطف على الاطلاق. ويمكن ده بيحضرني هنا برضو القضيه الشهيره اللي كان عندنا في الاسماعيليه، الولد اللي اسمه دبور اللي قطع راس واحد ومشي بيها في الشارع في الاسماعيليه، وجريمه اهتزت لها الكره الارضيه. ولم نشهد في بشاعه هذه الجريمه في عبر التاريخ ان واحد يقطع رقبه واحد يمسكها ويمشي بيها في الشارع. وحكمت المحكمه باعدام المتهم، وهتفنا جميعا بعيدا عملنا كصحفيين يحيى العدل. يعني العدل والقضاء والقصاص، الكلام ده دي مبادئ لو ضاعت بيننا كبشر ضاعت البشريه ودخلنا في قانون الغاب. الولد دبور ده اللي اتحكم عليه بالاعدام في الاسماعيليه عندنا، برضو كان بعض الناس بتطلع له فيديوهات وتحاول تصنع حاله تعاطف حوله. لا تعاطف مع قاتل، لا تعاطف مع قاتل. رحم الله نيرة أشرف، هذه البريئة التي دفعت ثمن حياتها أمام جامعة المنصورة. ويتولى الله سبحانه وتعالى القاتل ويرحم الجميع ويرحم الضحية نيرة أشرف. بشكر حضراتكم، كنت معكم الصحفي هاني عبد الرحمن.